السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم لا غوسيت تاع مملحات طاختولات بموس الدجاج. يجوا بزاف شابين، نجموا ديروهم في رمضان ولا كيجوكم ضياف، ولا ديروهم في المناسبات خطوبه، ولا اعتمدوهم كمشروع لاصحاب المملحات. هنا عندنا الزبده، وعندنا نزيدوا عليها الزيت، ونزيدوا عليها حبه تاع بيض كما راكم تشوفوا. وهنا عندي شويه حرور وشويه ملح، درت نص ملعقه ملح، ما تكتروش الملح خاطش فيهم الفرماج. ونطلعوا الزبده مع هذيك المقادير حتى نتحصلوا على كريمه كيما تاع اللي نخدموا صابلي. تحصلوا على كريمه طلعوا غايه باش تجيكم طريه وما ترجع لكمش كي تكونوا طيبوا فيها. وهنايا غادي نزيد الفارينه، فارينه غربلتها، توجور غربلوا فارينه، هذه حاجه ما نقولها لكمش في الصابلي ولا اي حاجه ولا كيما طاختولات هنا يعتبروا كيما الصابلي، تغربلوا الفارينه. ونبداو نلمو في العجينه. هنا الفارينه تدخل لكم واحد الكاس ممسوح ولا كاس ونص، ما تكتروش. لموا العجينه حتى تحصلوا على عجينه طريه كيما تاع الصابلي، تحسوها طريه. هنا غادي نخلوها تريح نص ساعه في الفريجيدار. نعاودو هنا نزيدو الحشو. عندي هنا درت مغرف زبده وزوج مغارف زيت، ودرت الدجاج تاعي مقطع، وندير عليه حبه بصل والملح والحرور ونقليهم. كي نحمي ديك الزبده والزيت نقلي داك الدجاج تاعنا، نقلي هذاك البصل غايه هو والدجاج حتى يحمر معنا، يولي حمر غايه ويطلق البنه تاعه. نوخروه على جهه نخلوه يبرد. هنا غادي نروحو، هنا درت ديبول فيهم 20 غرام جاوني نيشان مع المول. كي ديروا ديبول يجوكم ساهلين في ليمول، ونسقموهم في ليمول تاعنا ونتقبوهم بالفرشيطه كيما راكم تشوفوا. انا دي فوا نخليهم في الكونجيلاتور من بعد نطيبهم، ودي فوا نطيبهم ديريكت. كي تخلوهم في الكونجيلاتور يقعدوا لكم هما ندخلهم يطيبوا على 200 درجه ولا 170، وحمروهم غايه في الطياب باش يجوكم شابين كيما الصابلي. هنا الدجاج تاعنا بعد ما برد كيما راكم تشوفوا، صدر الدجاج تاعنا انا درت نصف الكميه. نزيدوا له الفرماج ونروحوا نطحنوه. كي نزيدوا له الفرماج نبداو نزيدوا له الكريم فريش غير بشويه. كيما هنا درت 2 مغارف غادي نطحن ونشوف. نبدا نزيد غير 2 مغارف، كيما هنا درت نصف المقادير جاوني 4 مغارف، ولا درتو الكميه تاع 500 غرام كيما صحاب لي كوموند غادي يجيكم واحد 8 مغارف حتى 10، حتى نتحصلوا على كريمه اللي نقدو نفوشوها كيما راكم تشوفوا. نوع الكريمه انا خدمت بالمحترف، نتوما خدموا باي كريمه تبغوا، المهم يكون فيها 30% تاع المواد الدسمه. وهنا ديكوريت بالمعدنوس والزيتون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ما تنسوش الشيرات، تبارطاجوا وتكومونتوا حتى بنقطه، وما تنسوش ديروا اعجاب. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وهذه هي لا غوسيت تاعنا تاع اليوم. شوفوا كي خرجت، وتقدروا تقدموها في المناسبات وتجي